بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة اسمها سامانثا نازلة للطابق السفلي في شقتها، فبتسمع أبوها كونراد بيكلم صاحبه هيرسون وبيطلب منه إنه يتقدم علشان يخطبها علشان يكون المدير التنفيذي للشركة. وبتوصل البنت وبتقوله إنها مش هترضى تتجوزه علشان مش بتحبه، فبيطلب منها أبوها إنها توافق علشان ترتيبات الجواز بدأت، بس هي بتتعصب وبتقوله إنها هتسيب البيت. بتحاول أمها تمنعها لكنها بترفض وبتمشي وبتركب عربيتها وبتروح منطقة تانية أصلا، وبتسيب موبايلها جوه العربية وبتركب عربية أجرة تانية وبتطلب من السواق إن يوصلها حانة. وفي الحانة كان في نادل اسمه كلاي كان بيتكلم مع تارا النادلة وبيشاور على سامانثا وإن هو اللي هيروح يشوف طلباتها. فبيروح، ولما مش بتعرف تدفع من الفيزا بتعرف إن أبوها قطع علاقتها بيها ووقف الحساب. فبيسألها كلاي عن هويتها علشان يعرف عنوانها علشان يتصل بحد من أهلها ياخدها. ولما جت سيرة البيت جالها حالة هستيرية وتتحايل عليه إنه ما يرجعهاش البيت علشان هي مش عاوزة ترجع تاني لأبوها. فجأة كده بتعرف إنها وحيدة وملهاش مكان تروحه ومعهاش فلوس. في الوقت ده بتفقد الوعي وكلاي بيحاول يهديها، وما كانش في خيار تاني قدام كلاي غير انه ياخدها معاه للبيت ويساعدها. وحاولت تبوسه لكنه رفض لانه حس بالذنب وسابها تنام. تاني يوم الصبح صحيت وافتكرت اللي حصل امبارح، فاتحرجت من تصرفها ولقيت كلاي مستنيها واعتذرت له عن اللي حصل وسألها عن سبب هروبها، فقررت تحكي له وسألته لو سمع عن جيمسون جلوبال. واتفاجئ لما عرف انها وريثة الشركة، فقالت له على اللي حصل كله. فسألها عن اللي ناوية تعمله بعد كده، فقالت له هو انا ينفع افضل عندك فترة واشتغل معاك في الحانة علشان تعرف توفر فلوس؟ فبيوافق. بعد كده بتروح مع كاترينا صاحبة اخو كلاي علشان تشتري هدوم مناسبة للشغل، وكاترينا بتقول لها ان كلاي بيحب يساعد الناس وان عنده اخين تانيين وان التلاتة قريبين من بعض قوي. وفي اليوم ده تارا لما بتشوف سامانثا مش بتكون مبسوطة وبتسأل كلاي انه بيفكر في ايه وسايبها عنده ليه، لكنه بيتجاهل كلامها. فبتعرف نفسها لتارا، وبعد كده تارا بتاخد بالها ان سامانثا قريبة من كلاي وبتحذره منها. وبعد كده بيكون كلاي مركز مع سامانثا وهي بتتعرف على الشغل. بتوصل كاترينا وبيكون مستغرب جدا لانها مش بتيجي الحانة دايما، لكنها بتقول له انها جت علشان تقدم الدعم المعنوي لسامانثا علشان هم اتعرفوا على بعض وبقوا اصحاب. وقالت له انها لطيفة. وفي الوقت ده بتيجي نادلة تانية علشان تشتكي من ماسن انه قرب من بنت في الحانة وبتشتكي منه. وكان خلاص كلاي هيروح يشوف فيه ايه. بيظهر ماسن وكان شكله مبسوط جدا، وبتزعل كاترينا من تصرفه واللي كان شكلها بتحبه. في الوقت ده بتوصل سامانثا وبتقول انها بوظت مشروب، وكان كلاي صبور جدا وقال لها مش مهم انت لسه بتتعلمي. بيحاول مثلا ان يتعرف على سامانثا لكن كلاي بيحذره انه يقرب منها. وفي نهايه اليوم كانت بتحسب سامانثا الفلوس اللي اخدتها، وبيجيب لها كلاي اكل وبتديله فلوس وبتقول له انها هتدفع له فلوس علشان تسد الفلوس اللي عليها ليه. فوقتها بيقول لها كلاي انه معجب بيها وانها قدرت تتعامل مع التحول اللي حصل في حياتها فجاه. فقالت له انها اتخرجت من كليه العلوم وكانت عاوزه تدخل كليه الحقوق قبل ما ابوها يقول لها انها مش محتاجه تشتغل اصلا، وزعلانه انها ما عملتش حاجه لنفسها. ودلوقتي بتبدا من جديد، وبتقول له انها كانت حابه تكون طباخه ودخلت قبل كده مدرسه للطبخ وخدت منها شهاده، بس ابوها ما كانش حابب ده وما سابهاش تكمل في المجال ده. ومسك كلاي ايديها في الوقت ده وقال لها انها لازم تجرب لانها من غير ما تجرب مش هتعرف ايه المجال اللي بتحبه. فبتتكسف وتسيب ايديه وبتساله ازاي حصل على الحانه. فبيحكي لها انه بدا الشغل لما كان عمره 16 سنه عند واحد اسمه جيري، وكان بيعامله زي ابنه بالظبط وعلمه كل حاجه. لكن بعد كده جاله نوبه قلبيه، وعرف بعد كده انه ساب الحانه لكلاي في وصيته. فبتقول له انه مش شبه اخوه ماسن خالص، فبيضحك من كلامها وبيقول لها انه بيحاول يساعد الناس زي ما عمل معاه جيري. فبتعجب بيه بطريقه تفكيره وانه مختلف عن العالم اللي هي جايه منه. بتعدي الايام وفي كل مره بتحاول تقرب منه وبيتظاهر انه مشغول، وهي كانت متعوده على الشغل في الحاله واتاقلمت وبدات تكون صحاب. وفي يوم من الايام وهي شغاله بيحس كلاي بالغيره وهو شايفها بتغازل ماسن وبسيته كمان على خده. فبيوصل اخوه كمان التاني وهو ضابط في شرطه نيويورك، فبتيجي سامانثا وبتتعرف عليه وبيحس ان في اعجاب بينها وبين اخوه كلاي. وبيفكروا اخوه بيقول له على الرغم اللي عملته امهم وجوزها الا ان كلاي شخص كويس ولازم يتكلم مع سامانثا طالما معجب بيها وما يتهربش منها. فبيتضايق وبيطلب من اخوه انه يمشي. تاني يوم الصبح بتيجي كاترين لبيت كلاي وبتقول له ان عندها مفاجاه لسامانثا، وكانت جايبه لها مجموعه كامله من معدات الطبخ. وبتروح كاترينا للطابق السفلي علشان تقول لكلاي انها جابت معدات الطبخ، وبتقول له انه يطلع يشوف رد فعل سامانثا. ولما بتشوفه سامانثا بتحضنه وبتشكره وبتوعده انها ترجع له فلوس لما تشتغل، وهو بيرفض
وبيقول لها ان دي هديه ومش هيقبل فلوس منها، وبيقعد يتفرج عليها وهي بتعمل الحلويات اللي بيحبها وبتجيب له قهوه، فبيعجب بيها وقتها جدا، وبيحكي لها قصه من ايام الطفوله انه كان في يوم عاوز ياخد كعكه من مخبز الحلويات، فقامت الست اللي شغاله في المخبز وطردته علشان كان فقير ومعهوش فلوس، وفي الوقت ده كانت امه شغاله وما كانش عنده بيت وقتها، فبتحاول سامانثا التخفيف عنه وبتقول له انها تعمل له الكعكه اللي بيحبها اي وقت يطلبها منها. ويوم كانت في الشغل وكلاي بيراقبها كالعاده وهو مبتسم، وكانت على طول بتعمل له حلويات وبيقضوا اوقات جميله مع بعض وحبوا بعض جدا، وهي لما بتشتغل وبيكون معاها فلوس بتحاول ترجع له الفلوس اللي اخدتها منه، وبعد كده فتحت حساب في البنك وهي دلوقتي مستقله في حياتها. وفي يوم اتفاجئ كلاي بمخبوزات جديده هي عاملاها، وجايه تقول له انها بتفكر في انها تشتغل طباخه مخبوزات، وكانت عاوزه تشتغل في مخبز فرنسي، وكان على اتصال بشخص كانت عارفاه عن طريق امها وجاب لها شغل، وكانت ناويه تأجر بيت لوحدها. فبيتضايق كلاي على الرغم انه كان عارف ان كده كده اللحظه دي جايه، بس كان بيحاول يقنع نفسه انها هتفضل معاه على طول، فمش بيرد عليها وبيسيبها وبيمشي. وفجاه بيدخل واحد وبنعرف انه وايت، فبيزعق له كلاي، فبتتصل سامانثا بكاترين وبتقول لها تحضر ماسن وليفي اخواته بسرعه. وايت جاي بيقول لكلاي انه عاوز الفلوس في اخر الاسبوع يا اما هيخطف سامانثا، فبتسمعهم سامانثا وبيكون اخواته وصلوا، بس بيكون وايت مشي وبيشرح كلاي الموقف ليهم وانه لازم يحمي سامانثا وانه لازم يديله فلوس، لكن ليفي بيطلب منه انه يتكلم مع الشرطه. وبالليل بتصحى سامانثا وبتلاحظ وجود بعض الجروح على ظهر كلاي، فبتساله عنها بس مش بيقول لها. وفي اليوم التاني بيعرف ان سامانثا هي اكتر حاجه غاليه عنده. في الوقت ده بيقرر يحكي لها عن الماضي بتاعه، وبيبدا يقول لها ان هو واخوه من ابين مختلفين لكنهم اتربوا مع بعض وفضلوا مع بعض، ولما بقى عنده 15 سنه كان وايت دايما بيهاجم امهم ويخوفهم، وامهم ماتت في السجن وبقى وايت هو الوصي القانوني عليهم. وفي يوم سرق سكينه وقرر انه يقتله، لكنه في النهايه ما قدرش وساب له الندبه اللي في ظهره. وبعد كده قابل جيري وقدم له الوظيفه وربى اخواته، وما قابلش وايت من ساعتها خالص الا امبارح. فبتتاثر سامانثا وبتقول له انكم ناس طيبين وبتقرر تساعده. وبعد كده بتحضر شنطتها وبتقول له انها هتروح علشان تشوف ابوها من غير ما تقول له تفاصيل اكتر، فبتصدم من كلامها. في الحانه ليفي بيقول لكلاي انهم لازم يبينوا انه بقى معاهم فلوس علشان يوقعوا وايت. وفجاه بيوصل هيرسون اللي كانت سامانثا رافضه تجوزه، وبيتعرف عليه كلاي وبيقول له ان سامانثا وافقت على الجواز منه مقابل ان يدي لكلاي الفلوس اللي محتاجها وايت علشان يخرج من حياته. وطول الوقت اللي فات ده كان ابوها عارف هي فين بس كان سايبها على راحتها. وبيقول له هيرسون انها مش بتحبه بس وافقت تتجوزه علشان تساعد كلاي. بعد كده الشرطه بتقبض على وايت، فبياخد كلاي فلوس وبيروح علشان يرجعها لسامانثا، وهناك بيقابل ابوها اللي بيعجب بيه علشان انه على الرغم من طفولته الصعبه الا انه عرف يعيش حياه كويسه ويحقق ذاته. ويقول له ان سامانثا رفضت تتجوز هيرسون وانه مش مستعد يفرق بينها وبين كلاي مره تانية، وعلشان كده ساب لها حريه الاختيار. فبيوعده كلاي بانه هيحميها وهيعمل اي حاجه علشان تكون مبسوطه. فبتسمع سامانثا الكلام ده وبتجري عليه وبتحضنه، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.